ادعوا إن ربنا يكفينا شر بلاوي الدنيا واللي بيحصل فيها. اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي يخوّف بقى، يخوّف فعلًا. عايزين نقرّب، عايزين نقرّب من ربنا. رتم الدنيا بقى سريع بطريقة تخوّف برضه، الدنيا بتجري بطريقة رهيبة. حاول بقى نقرّب عشان الزمن ده بقى زمن يعني إيه غريب شوية، وبقى فيه حاجات تخوّف. نعمل إيه؟ نعمل إيه عشان ربنا يحمينا ويحمي ولادنا من اللي بيحصل في الدنيا ويكفينا شر بلاوي الدنيا والكلام ده؟ القرب، قرب من ربنا. يعني ما تخليش الدنيا تاخدني زيادة عن اللزوم، ما تخليش رتم الدنيا السريع ده يبعدنا، هنلاقي نفسنا بعيد عن ربنا. وطول ما البني آدم بعيد عن ربنا بيحصل له مشاكل ويحصل له بلاوي ويحصل له حاجات مش كويسة. طول ما احنا قريبين من ربنا أكيد ربنا يحفظنا إن شاء الله. وندعي لولادنا وندعي لينا إن ربنا يحفظنا من اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي وشر بلاوي الدنيا. وكل اللي بيحصل في الدنيا ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عليه إن هو هيحصل في يوم من الأيام. فأحسن حاجة دلوقتي في الوقت دوّة اللي إحنا فيه واللي بيحصل ده القرب من ربنا. إحنا وعيالنا نبقى قريبين من ربنا على قد ما نقدر. ما تخلّيش رتم الدنيا السريع ياخدنا، ما تخلّيش الدنيا تاخدكم كل يوم اللي بنعمله. الدنيا بتاخدنا مش فاضيين، مش فاضي لأ، لازمًا نفضّي وقت نصلّي، نفضّي وقت نسبّح، نفضّي وقت دعاء، دعاء نقرّب من ربنا سبحانه وتعالى. الوقت بيجري بينا وإحنا مش حاسين، وفجأة هنلاقي نفسنا بين أيادي الله. فدايمًا نقرّب من ربنا، ما نخلّيش الدنيا تاخدنا، وعشان ما نبعدش عن ربنا يحصل لنا مشاكل. طول ما إحنا بعيد عن ربنا يحصل لنا مشاكل. عايز ربنا يحفظك ويحفظ أولادك، قرّب من ربنا على قد ما تقدر. القرب من الله نجاة.